شرحنا المرة اللي فاتت ايه هو الاكوزاتيف وايه هو الداتيف، وقلنا ان دول حالات اعرابية. الاكوزاتيف هو المفعول به. المفعول به معناه ان هو الشيء اللي وقع عليه الفعل. احمد اكل التفاحة. التفاحة هي المفعول به. ليه؟ عشان هي اللي وقع عليها الفعل، هي اللي اتاكلت، يبقى هي الاكوزاتيف او المفعول به. الداتيف بيكون مفعول به غير مباشر، اللي هو البغزون او الشخص. اعطيت محمدا كتابا. مين اللي اعطيته الكتاب؟ محمدا، يبقى محمدا ده هو الداتيف. تمام. النهاردة هنشرح ادوات النكرة والمعرفة مع الاكوزاتيف والداتيف. ادوات المعرفة: المذكر بدل ما يبقى دية بيبقى دم، وبدل المحايد ما يكون داس بيبقى دم، والمؤنث بدل ما يكون دي بيبقى دية، والجمع بدل ما يكون دي بيبقى دن. تمام. ليه اصلا بنقعد نغير كده؟ وايه هو النوميناتيف؟ وهنقول تاني ايه هو الاكوزاتيف والداتيف، وهنشرحهم اكننا بنشرح نحو في العربي. تمام. في العربي عندنا في حاجة اللي هي الجملة الفعلية، بتكون فاعل وفعل ومفعول به. تمام. الفاعل بيكون العلامة الإعرابية بتاعته انها مرفوع، صح كده؟ الفاعل مرفوع. تمام. الفعل ملناش دعوة بيه دلوقتي. المفعول به بيكون منصوب. تمام. فاحنا كده غيرنا العلامة الإعرابية، ده مرفوع وده منصوب. فاحنا برضو اكيد في اللغة الألمانية هنغير، بدل ما تبقى دية هتبقى دن. يعني هو عندنا في العربي هنغير وفي اللغة الألمانية لأ، اكيد بنغير. مدام الفاعل بقى مفعول به او المفعول به بقى فاعل، يبقى اكيد بنقعد نحول من دية لدن ومن دية لدم وكل الحوارات دي. تمام. النوميناتيف اللي هو الفاعل، يعني عندنا مثال: دية من أغبيتت. الرجل يعمل. مين الفاعل؟ الرجل. مين اللي بيقوم بالفعل؟ مين اللي بيشتغل أو بيعمل؟ الرجل. يبقى الرجل ده هو الفاعل، هو النوميناتيف. وفي الحالة دي الدية هتفضل زي ما هي، هنقول دية من عادي جدا، مش هنغير أي حاجة في الجملة. تمام. تاني حاجة الأكوزاتيف اللي هو المفعول به. مادام قلنا مفعول به يبقى ده منصوب، ما بقاش مرفوع بقى زي الفاعل. ففي الحالة دي الدية هتتحول لدن، ولازم نكون حافظين الجدول ده، ان الدية في حالة الاكوزاتيف بتتحول لدن. فيا اسن دن ابفل. فين هنا الاكوزاتيف؟ ما احنا لازم